جمال حركاس. هي الكرة ناحية أشرف حكيمي، خروج من الرقة، بعد ذلك لمسة 1-2 أشرف العرضية، وهذه فرصة جول، فرصة جول. الزلزولي في أجمل متابعة يسجل الجول 1-0 بعد 17 دقيقة على بداية المباراة. عمل رائع الزلزولي، الجول الأول في بداية مسلسل الأهداف إن شاء الله في الدقائق القادمة أمام أنظار الغيب الكبير إبراهيم دياس الذي يتابع المباراة من المدرجات. هذه الإعادة 1-2، التوغل من طرفي اللاعب أشرف حكيمي، الأولى والثانية والثالثة في الشباك. هذه الإعادة، التحضير من أيوب، سفيان رحيمي سدد الأولى. في السويد أبرزهم يبقى وكوندوبيا، اللاعب ينشط في مارسيليا بينما انطلاقة من طرف اللاعب بن صغير لمن بن صغير يحضر هذه الكرة لبالعمري، ملعوبة لأوناحي، جول. هدف اللاعب أزدين أوناحي لاعب نادي باناثينايكوس اليوناني بدقة عالية وبتركيز عالي جدا. نعم، سدد في منتهى الروعة. هذه الإعادة مرة أخرى، هذه الإعادة دور كبير قام به بالعمري على فكرة مع بن صغير مر ودراوغ بعد ذلك، وبالعمري صعد طلب الكرة ثم هيأ بعد ذلك الأسيست رائع من بالعمري، وتسديدة أروع من طرف أزدين أوناحي مرة أخرى. بن صغير طريقة مميزة في الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، خرج بها بسلام، ملعوبة لمرابط بسرعة أشرف حكيمي، هناك على الجهة اليمنى أشرف حكيمي، مر الكرة لعزتين، وتسديدة فعلها أشرف حكيمي. هنا يسجل ثالث أهداف النخبة المغربية. يا سلام على تيكي تاك المغربي، ويا سلام على هذا الجول. من هنا انطلقت منك يا بن صغير، ذو العطاء الكبير. مرابط نقلها بسرعة، شوفت المرابط ونظرت المرابط ولمست المرابط لحكيمي. خذوا هات 1-2 من أروع ما يكون بين عزتين لاعترامي. سيكون في المزيد من الأهداف، وهو الشيء الذي حصل. 3-0 في انتظار الرابع. كرة أمامية لمن فتش من سفيان رحيمي، انطلق رحيمي، دخل رحيمي، راوغ، عندك الكعبي يا رحيمي، عندك الكعبي استلمها، الكعبي لمن؟ الكعبي يرفعها. الرابع نعم، عاد أوناحي من جديد، يضع في الشباك. هاي والجماهير الساكنة الشرقية والجماهير المغربية وكذلك من أتى من كل بقاع العالم ليتابع ويستمتع بوصول الأطلس. هو الإمتاع يتواصل، هو الكرنفال يتواصل، فستيفال الأهداف يتواصل معك يا أوناحي والزلزولي. على الجهة اليسرى في اتجاه عبد الصمد يراوغ، عبد الصمد، ركلة جزاء. نعم، ركلة جزاء في هذه اللحظات فعلا لفائدة المنتخب المغربي. عبد الصمد الذي انطلق من الجهة اليسرى وراوغ، وبالتالي أوقع المدافع في المحظور. أكدت لكم بأن الحكم الغامبي سفيان جول الخامس مغربي. نعم، سفيان رحيمي مهاجم نادي العين الإماراتي دون ثاني أهدافه مع المنتخب الوطني الأول في حضور رقم 13 مع أسود الأطلس. هو يسجل من علامة الجزاء بذكريات ركلات الجزاء في أحلى بطولة دورة الألعاب الأولمبية. هناك استطاع نجم سفيان رحيمي، وهناك نعم زأر أسد الأطلس سفيان رحيمي.